Yo, what's good, Habibi? Ashraf here, diving into the Mariana Trench, deepest place on Earth. Oh, no. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ أنا أشرف إبراهيم. أهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم في موضوع غريب ومثير جدا، وهو أعمق نقطة في المحيط، أو زي ما بيسموها خندق ماريانا. لو بصيت حواليك وفكرت في أكتر مكان غامض على وش الأرض، يمكن المحيطات هتبقى أول حاجة تيجي في دماغك. ليه؟ لأن المحيط مليان أسرار، وخندق ماريانا ده زي الكنز المخفي تحت المية، مكان مفيش نور ولا حياة زي ما احنا نعرفها، بس مليان غموض وإثارة. النهاردة هنغوص معاكم في الموضوع ده، وهنحاول نفهم إيه اللي بيحصل تحت المية في أعمق نقطة في الكوكب بتاعنا. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو تعليق سيبه تحت في الكومنتات وهنرد عليك أول بأول. تمام؟ يلا خلينا ندخل في الموضوع. إيه هو خندق ماريانا أصلاً؟ لو عايزين نفهم الموضوع من أوله لازم نعرف إيه هو خندق ماريانا ده وإزاي وصلنا له. ببساطة، خندق ماريانا هو أعمق نقطة معروفة في محيطات العالم، وموجود في غرب المحيط الهادي قريب من جزر ماريانا، علشان كده اسمه كده. الخندق ده عبارة عن فتحة طويلة وعميقة جدا في قاع المحيط، شكلها زي الوادي الكبير تحت المية. تخيل إن طوله حوالي 2550 كيلومتر وعرضه حوالي 69 كيلومتر، بس العمق بتاعه هو اللي بيخلي الناس تتصدم. أعمق نقطة فيه اللي بيسموها تشالنجر ديب بتصل لعمق حوالي 11,000 متر تحت سطح البحر. يعني لو جبت أعلى جبل في العالم، جبل إيفرست، وحطيته في الخندق ده، هيبقى لسه فيه مية فوقه بمسافة كبيرة. الضغط هناك تحت يا جماعة مش هزار، بيتكلموا عن ضغط يوصل ل1000 ضعف الضغط الجوي اللي احنا عايشين فيه على اليابسة. يعني لو حطيت عربية في العمق ده هتتحطم في ثانية زي علبة الكنز. ومش بس كده، المكان ده مظلم تماما، ما فيهوش ولا شعاع نور، والحرارة قريبة من التجمد. يعني مكان زي ده المفروض ما ينفعش فيه حياة، بس زي ما هنشوف بعدين في مفاجآت كتير مستنيانا. ليه خندق ماريانا مهم كده؟ لو سألت نفسك ليه الناس مهتمين بمكان زي ده، الإجابة بسيطة: لأنه زي الحدود الأخيرة على الأرض. إحنا كبشر عرفنا نوصل للقمر ونبعت مركبات فضائية للمريخ، بس لسه معرفناش كل حاجة عن المحيطات بتاعتنا. خندق ماريانا ده زي اللغز الكبير اللي العلماء بيحاولوا يفكوه. المكان ده مش بس عميق، ده بيحكي قصة جيولوجية عن الكوكب بتاعنا، وبيورينا إزاي الحياة ممكن تتكيف في أصعب الظروف. الخندق ده اتكون بسبب تصادم الصفائح التكتونية، يعني الطبقات اللي بتشكل قشرة الأرض. في المنطقة دي صفيحة المحيط الهادي بتتحرك تحت صفيحة الفلبين، وده اللي خلى الأرض تنفرج وتكون الخندق العميق ده. يعني المكان ده زي متحف طبيعي بيحكي عن ملايين السنين من تاريخ الأرض. إزاي عرفنا عن خندق ماريانا؟ قصة اكتشاف خندق ماريانا بدأت من زمان، من سنة 1875 تحديداً. وقتها سفينة بريطانية اسمها HMS تشالنجر قررت تستكشف المحيطات. استخدموا حبل وزنة، يعني طريقة بدائية جداً، وقاسوا عمق حوالي 8184 متر. طبعاً الرقم ده ما كانش دقيق قوي لأن التكنولوجيا وقتها كانت محدودة. بعدين في سنة 1951 سفينة تانية اسمها HMS تشالنجر 2 استخدمت أجهزة سونار، واكتشفوا إن العمق أكبر من كده بكتير، حوالي 10,863 متر. ومن هنا الناس بدأت تعرف إن في مكان في المحيط أعمق من أي حاجة تخيلوها. النقلة الكبيرة حصلت في سنة 1960 لما غواصة اسمها ترايست نزلت لأول مرة لأعمق نقطة في الخندق. كان على متنها 2 من المستكشفين، جاك بيكارد عالم محيطات سويسري، ودون وولش ضابط في البحرية الأمريكية. الرحلة دي كانت مغامرة حقيقية لأن الغواصة كانت تحت ضغط رهيب، وأي غلطة صغيرة كانت ممكن تبقى كارثة.
نزلوا العمق حوالي 10,116 متر وقعدوا هناك حوالي 20 دقيقة بس. تخيل 20 دقيقة تحت المية في مكان زي ده. لما رجعوا حكوا عن تجربة غريبة جدا. قالوا إن القاع كان مليان طمي وكائنات صغيرة غريبة، بس طبعا ما كانوش عندهم وقت يكتشفوا كتير. بعد كده في سنة 2012 المخرج الشهير جيمس كاميرون اللي عمل فيلم تيتانيك قرر يعمل حاجة محدش عملها قبل كده. نزل لوحده في غواصة اسمها ديب سي تشالنجر ووصل لقاع الخندق. الراجل ده قعد حوالي 3 ساعات يجمع عينات ويصور فيديوهات. الرحلة دي كانت أول رحلة منفردة للخندق، وكاميرون رجع بمعلومات وصور خلت العلماء يندهشوا. بس حتى مع كل التكنولوجيا دي لسه في أجزاء كتير من الخندق محدش عارف عنها حاجة. إيه اللي عايش في العمق ده؟ لو فكرت إن مكان زي خندق ماريانا مفهوش حياة يبقى هتتفاجئ. العلماء اكتشفوا إن في كائنات عايشة في الظروف القاسية دي رغم الضغط الرهيب والظلام التام ودرجة الحرارة القريبة من الصفر. في كائنات زي القشريات، زي الجمبري الصغير، وأسماك غريبة شكلها مخيف، وحتى ميكروبات عايشة جوه الصخور في قاع الخندق. الكائنات دي تكيفت بطريقة عجيبة مع البيئة دي. مثلا في سمكة اسمها سمكة الحلزون أو سنيل فيش، بتعيش في العمق ده وجسمها طري زي الجيلي علشان يتحمل الضغط. وفي كمان كائنات زي الأمفيبود، وهي قشريات صغيرة بتتحمل ظروف ما يقدرش عليها أي كائن تاني. الغريب إن العلماء لقوا حتى بكتيريا بتعيش على المواد الكيميائية اللي بتطلع من فتحات حرارية في قاع المحيط. يعني الكائنات دي مش محتاجة نور الشمس زي النباتات أو الحيوانات العادية، هي بتعتمد على كيمياء المحيط نفسه. ده بيخلي خندق ماريانا زي مختبر طبيعي بيعلمنا إزاي الحياة ممكن تتكيف في أي مكان حتى لو كان زي المريخ. إيه التحديات اللي بتواجه العلماء؟ اللي بيخلي الموضوع أصعب إن القياسات نفسها مش دايماً دقيقة. مثلاً في علماء بيقولوا إن تشالنجر ديب ممكن يكون أعمق من اللي احنا عارفينه، بس التكنولوجيا الحالية مش قادرة تقيس بدقة تامة. كمان في أماكن في الخندق محدش صورها أو زارها قبل كده، يعني ممكن يكون في نقط أعمق من تشالنجر ديب وإحنا لسه ما نعرفش عنها حاجة. كمان في مشكلة تانية، وهي إن الكائنات اللي عايشة هناك صعب جدا دراستها. لما بيطلعوا الكائنات دي من العمق للسطح أغلبها بيموت بسبب التغيير الكبير في الضغط. يعني لو عايز تدرس سمكة من العمق ده لازم تكون عندك معدات خاصة جدا تحافظ على الضغط زي ما هو تحت المية. إيه اللي اكتشفناه لحد دلوقتي؟ رغم كل التحديات دي العلماء عملوا إنجازات مذهلة. مثلا اكتشفوا إن خندق ماريانا مش بس مكان عميق، ده زي بيئة كاملة مليانة حياة. في فتحات حرارية أو هيدروثيرمال فينتس بتطلع مواد كيميائية بتساعد الكائنات على العيش. كمان لقوا حاجات غريبة زي الديدان الأنبوبية اللي بتعيش على الكبريت، وكائنات زي الأخطبوط دومبو اللي شكله زي شخصية كرتون. في سنة 2019 مستكشف أمريكي اسمه فيكتور فيسكولو نزل للخندق في غواصة متطورة واكتشف حاجة غريبة جدا. لقى كيس بلاستيك في قاع المحيط. أيوة، بلاستيك. ده بيورينا إن التلوث وصل حتى لأعمق نقطة في العالم. الموضوع ده خلى الناس تفكر في تأثير البشر على البيئة حتى في الأماكن اللي بنفتكر إنها بعيدة عننا. إيه اللي ممكن نكتشفه في المستقبل؟ العلماء لسه عندهم أمل إنهم يكتشفوا حاجات جديدة في خندق ماريانا. مع تطور التكنولوجيا زي الروبوتات البحرية والغواصات الآلية يمكن نقدر نوصل لأماكن أعمق ونصورها بدقة أكبر. كمان في دراسات بتحاول تفهم إزاي الكائنات دي بتعيش في الظروف دي، لأن ده ممكن يساعدنا نفهم أكتر عن الحياة على كواكب تانية زي المريخ أو أقمار زحل. في كمان اهتمام كبير بدراسة الجيولوجيا بتاعة الخندق، لأنها ممكن تدينا معلومات عن الزلازل والبراكين اللي بتحصل في المحيط الهادي. يعني الخندق ده مش بس مكان غريب، ده ممكن يكون مفتاح لفهم الكوكب بتاعنا بشكل أفضل. نصايح لو عايز تحمي نفسك من الغموض.
طبعا احنا مش هنقولك ازاي تحمي نفسك من خندق ماريانا لانك مش هتنزل هناك. بس لو عايز تكون جزء من الاستكشاف ده، ممكن تدعم العلماء والأبحاث عن طريق متابعة الأخبار العلمية، أو لو طالب في مجال العلوم جرب تفكر في دراسة علم المحيطات Oceanography. كمان لو مهتم بالبيئة حاول تقلل من استخدام البلاستيك علشان ما يوصلش الأماكن زي خندق ماريانا. إزاي الحكومات بتتعامل مع الموضوع؟ في دول كتير الحكومات بتمول أبحاث المحيطات، بس المشكلة إن التمويل ده غالباً أقل بكتير من اللي بيتروح لاستكشاف الفضاء. في دول زي أمريكا واليابان بتعمل مجهودات كبيرة في دراسة المحيطات، بس لسه في تحديات كتير. في مصر مثلاً إحنا عندنا بحر أحمر وخليج السويس، بس مفيش اهتمام كبير بدراسة الأعماق زي خندق ماريانا. يمكن في المستقبل نشوف مجهودات أكبر من العالم العربي في المجال ده. الخلاصة: في النهاية خندق ماريانا مش بس أعمق نقطة في المحيط، ده زي بوابة لعالم تاني مليان أسرار، من الكائنات الغريبة اللي عايشة تحت الضغط الرهيب للتحديات اللي بتواجه العلماء. المكان ده بيحكي قصة عن قوة الطبيعة وإزاي الكوكب بتاعنا مليان مفاجآت. لحد دلوقتي إحنا استكشفنا جزء صغير جدا من المحيطات، وخندق ماريانا لسه بيستنانا نكتشف أكتر. ولو عندك سؤال عن الموضوع أو عايزنا نناقش حاجة معينة عن المحيطات، سيبها في الكومنتات وإحنا هنحاول نجاوب عليها في الحلقات الجاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.